البلوك تشين من اهم التكنولوجيز والافكار اللي ظهرت الفتره اللي فاتت. ايه هو اصلا البلوك تشين وازاي ده هيأثر على حياتنا في المستقبل؟ هو ده موضوع فيديو النهارده. الفكره ببساطه ان احنا عندنا شخصين، واحد اسمه احمد وواحد اسمه علي. احمد عايز يحول فلوس لعلي، فالطبيعي ان احمد بيروح البنك ويطلب منهم ان هو يحول مثلا ال $100 دول لعلي. العمليه ديت بتاخد تاخير لان البنك بيتاخر بقى نص ساعه ساعه بغض النظر قد ايه التاخير دوت. الحاجه الثانيه ان البنك بياخد عموله. طب ايه رايك لو احمد اتعامل مع علي مباشره وهكذا؟ طيب احنا ازاي بقى نهندل حاجه زي كده؟ احنا نهندل حاجه زي كده ان احنا نعمل دفتر كبير نسجل فيه اولا كل الاسيتس اللي مع كل الناس. يعني كل حد معاه فلوس او بيوت او اراضي او اي نوع من الاسيتس هنسجلها في الدفتر ده. وبعد كده نسجل اي تعامل يحصل ما بين الاشخاص في النتورك دي. يعني احمد هيحول فلوس لعلي، يبقى نيجي في الدفتر الكبير دوت نكتب ان احمد حول $100 لعلي. فاحمد كان معاه $200 دول اللي كانوا متخزنين في الدفتر في الاول، ونقص منهم $100 راحوا لعلي، ودلوقتي علي بقى معاه $100. ممكن جدا بعد كده علي يحول لمريم $20، فكده علي هيحول لمريم $20. ال $20 اللي راحوا لمريم متخزن في الدفتر ان هم من مريم العكس لعلي ومن علي العكس لاحمد، فمعروف مصدر ال $20 دول ايه. فالفكره ببساطه جدا البلوك تشين هي دفتر كبير جدا متسجل فيه كل الاسيتس بتاع كل الاشخاص اللي في النتورك دي وكل الترانزاكشنز اللي بتحصل ما بين الاشخاص دي. طيب انا هستفيد ايه؟ انت هتستفيد كيوزر في البلوك تشين ان انت هتبقى عارف اصل كل حاجه جايه لك. يعني انت لو اشتريت عربيه هتبقى عارف العربيه اللي انت شاريها ديت شاريها من مين، واللي بايعها لك كان شاريها من مين، وهكذا وهكذا لحد ما توصل للمصنع بتاع العربيه دي. فتتاكد من اصل كل شيء، هتتاكد من جوده كل شيء. انت مثلا شاري موبايل فانت خايف يكون الموبايل دوت مضروب، فانت هتبقى عارف ان الموبايل دوت انت شاريه من تاجر جمله ما، والتاجر دوت شاريه من مصنع ما، وهكذا. حلو قوي اللي انت بتقوله ده. قيس بقى على كل الاسيتس اللي في الدنيا، اراضي، عقارات، اي حاجه في الدنيا. دي الفكره ببساطه جدا بتاع البلوك تشين. طيب الدفتر الكبير بقى اللي انت بتتكلم عليه دوت متسجل فين او موجود فين؟ الدفتر ده بيبقى شيرد على كمبيوترز كتير، ملايين الكمبيوترز اللي موجوده في العالم. حلو قوي. ايه بقى المزايا اللي هتعود علينا احنا في العالم لو الموضوع دوت اتطبق؟ اول حاجه السرعه، ان احنا ننقل اي اسيت من شخص للشخص التاني بمنتهى السهوله. الحاجه التانيه ان احنا نبقى عارفين اصل كل حاجه وجودتها. الحاجه الثالثه ودي حاجه مهمه جدا، خلي بالك الموضوع ده لو اتطبق في وظائف كتير جدا شكلها هيتغير او تقدر تقول اصلا انها تنتهي، زي مثلا الشهر العقاري او المحاسبين او المحامين او الوسطاء او اي حاجه من الكلام دوت كله. حلو جدا. طيب ايه بقى المشاكل في الموضوع ده؟ المشاكل في الموضوع ده ببساطه ان الناس بتتوقع ان احنا لو طبقنا ده بعد فتره مش كبيره الداتا هتكتر جدا جدا جدا. الداتا دي اللي هي التعاملات اللي بتحصل ما بين الاشخاص في النتورك، فهيبقى محتاجين طاقة كبيرة جدا لتخزين البيانات ديت والبحث فيها، ودي حاجة مش قابلة للتطبيق أصلا. في ناس كتير بتقول إن البلوك تشين فكرته ببساطة ممكن تبقى مقتصرة على المجالات المحدودة زي مثلا العملات المشفرة زي البيتكوين والكلام دوت كله، إنما مش هينفع نعممه على كل الترانزاكشنز اللي بتحصل في حياتنا. ده البلوك تشين، وده كان موضوع فيديو النهارده. إن شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.